بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم ولايف جديد من لايفاتنا على صفحة محمد حافظ. النهارده الاهلي يفوز ويعتلي صدارة الدوري الممتاز بثنائية على سموحة السكندري في استاد القاهرة. اللقاء المقام الساعة 4 مساء أو الساعة 4 عصرا. النهارده الاهلي بأداء ونتيجة إلى حد ما مقبولين من جانب النادي الاهلي بيعتلي صدارة الدوري 15 نقطة من 7 لقاءات. الأهلي النهاردة أداء كويس إلى حد ما مقبول من جانب الجماهير، ولكن يبقى السؤال: هل السوشيال ميديا بتسيطر سيطرة كاملة على لاعبي الأهلي النهاردة ولا إيه؟ احتفال غير مقبول من جانب إمام عاشور النهاردة علشان الجماهير تبدأ برحلة الغضب على السوشيال ميديا. النهارده النادي الاهلي بيبدا بتشكيله مناسبه الى حد ما، ولكن كان ينقصها بعض الاشياء من جانب كولر. النهارده النادي الاهلي بيلعب ب 2 5 3 او 3 5 2 النهارده. 3 دفاع وخمسه في وسط الملعب مع التحركات الهجوميه، واثنين في الهجوم كان النهارده بيسيطر عليها امام عاشور ووسام ابو علي. لو هتسالني هقول لك ايه؟ اقول لك انه كان يفضل النهارده عدم البدء بانه يبدا باكرم توفيق. اكرم توفيق النهارده مش في الحاله بتاعته، واكرم توفيق خلي بالك بتسيطر عليه فكره انه همشي ولا مش همشي، انا قاعد ولا مش قاعد، انا هروح قطر ولا قاعد في الاهلي ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله. انا بالنسبه لي لو كان النهارده كولر بدا بواحد زي عمر الساعي في نص الملعب كان هيكون افضل بنسبه كبيره عن اكرم توفيق. لو حتى بدأ في قلب الهجوم باتنين مهاجمين، واحد جنب اسامه ابو علي مثلا زي سمير محمد، لعيب شباب، ممكن ما يديكش الاضافه الكبيره، ولكن شكلك هيكون اشرس، شكلك هيكون افضل من ان انت دلوقتي في حاله من حالات يعني انت متكتف في تكتيفه كده في الملعب حاصله، لا انت ولا انا ولا الناس دي فهماها. ولكن اخيرا انا وصلت للحل اللي موجود في النادي الاهلي حاليا ولعيبه الاهلي والاداء بتاع الاهلي وكولر والناس دي كلها. نقدر نقول ان احنا وصلنا لحتى مثلا 60% من الحل بتاع الاهلي. مش عاوز لعيبه، الاهلي مش عاوز صفقات، واو، الاهلي مش عاوز مدرب، الاهلي مش عاوز اداره، الاهلي مش عاوز اي حاجه من الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم عنها المره اللي فاتت. الاهلي بيحتاج الى شراسه من اللاعبين. اللعيبه اللي موجوده في الملعب دي اذا ما كانتش هي شرسه في الملعب، لو جبت كريستيانو رونالدو ولعبت بنفس الشكل ده مش هيلعب كويس، مش هتشوف الاهلي بالشكل الكويس. يعني ليه بقى؟ لانه عزيزي المشاهد انت لازم تكون شرس في الملعب علشان تقدر تتحرك وتجيب اهداف. الشوط الثاني الاهلي كان افضل، الاهلي كان احسن، ولكن انت جات عليك فرصتين كانوا ممكن يجيبوا لك تعادل لسموحه وتحط نفسك في ازمه، ولا ده انا هعوض، لا ده انا مش هعوض، لا ده انت لازم تسابق الوقت، لا ده انت مش عارف ايه. الحاجات دي كلها انت كنت ممكن تكون محطوط فيها، ولكن بفضل الحظ رقم واحد والعارضة رقم اتنين انت ما جاتش فيك اهداف، فقدرت ان انت تعوض، فقدرت ان انت تفوز، فقدرت ان انت تفوز بشكلك كويس، تفوز وشكلك كويس. انت شكلك مش كويس النهارده، يعني انت لو هتاخد في المجمل بقى، في المجمل لو هتاخد بقى على الاداء الثابت بتاع الاهلي النهارده شكلك مش كويس. يعني اداء في اداء باهت شويه من بعض اللعيبه. اكرم توفيق النهارده اداء باهت جدا، واحد زي حسين الشحات على استحياء، قفشه بيضيع كتير جدا، فرص سهله جدا بيضيعها. الحاجات دي كلها بتخلي شكلك مش احلى حاجه ومش افضل حاجه في الملعب لما تجيلك فرص سهله. حاجه زي الانفراد اللي جه لقفشه مثلا ضاع، فخلى شكلك مش حلو، خلى شكلك مش لطيف كده في الملعب، فاهمني؟ فبس يعني ده المجمل اللي حصل النهارده. اديني رايك بقى عن الاحتفال اللي حصل من امام عاشور النهارده والانتقادات الموجهه لامام عاشور النهارده بعد الاحتفال اللي احتفلوا النهارده ده. بس اشوفكم على خير باذن الله في لايفات جديده. تصبحوا على خير، السلام عليكم.